لو بتذاكر بالساعات ومش بتلاقي نتيجه او بتحفظ وبتنسى بسرعه، فده غالبا المشكله مش فيك، المشكله في ان محدش عرفك اسرار المتفوقين او اسرار الناس الدحيحه من الاخر، ازاي بيذاكروا وازاي بيقدروا يمسكوا المنهج بتاعه. في الفيديو ده هقول لك على 5 اسرار للمذاكره زي الدحيحه هتغير طريقه مذاكرتك للابد. اتفرج على الفيديو، يلا بينا على طول. اول حاجه المذاكره السطحيه، اوعى تحفظ معلومه من غير ما تفهمها، لازم تفهم الاول اللي انت بتقراه بعد كده تحفظه. لازم تفهم ان مخك بيكره المعلومه المعقده اللي مش واصله له، هو حافظها بس هو مش واصله له، بالنسبه له دي معقده حتى لو كانت بسيطه. يعني من الاخر كده الحفظ من غير فهم لا. رقم 2 واللي هي التكرار بدون مراجعه منظمه، ده غلط كبير جدا. لو بتذاكر المعلومه مليون مره وبتراجعها مليون مره بدون طريقه معينه او مجدوله، كده بتضيع وقتك على الفاضي، بتضيع وقتنا من الاخر. والسر هنا مش في التكرار، السر في ان انت تنظم دخول المعلومه والمراجعه عليها. تنظيمها اهم بكتير من ان انت تك ورا بعض، لا. رقم 3 وده غلط كبير جدا، اللي هو انت بتذاكر من غير فواصل. عايز اسالك سؤال، لو انت بتقعد بالساعات قدام الكتاب، لو فدي غلط. اولا مخك بيتعب وجسمك بيريح منك وما بيقدرش يستوعب اي معلومه انت بتقولها له. والافضل هنا انك تستخدم طريقه البومودورو تكنيك، او اللي هي نيه البومودورو. دي بتذاكر 25 دقيقه و5 دقائق راحه، او بتذاكر 45 دقيقه و10 دقائق راحه. شوف انت هتمشي ازاي، هتمشيها ازاي، بس هي نفس الفكره دي. وهكذا بقى كل شويه تكرر مجموعات عليها. يعني مجموعه اولى مثلا خدت 25 دقيقه و5 دقائق راحه، دي كده مجموعه رقم 1، 25 دقيقه مذاكره. دي تكرر مجموعه ثانيه 25 دقيقه ثانيه مع 5 دقائق راحه ثانيه، يبقى انت المحصله 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق راحه، وهكذا. ودلوقتي بقى بسرعه هقول لك شويه حاجات على السريع دي لازم تعملها برضه. لو عايز نتكلم عنها بالتفصيل هعمل لك عنها فيديو ان شاء الله، لو انت عاوزت يعني تبدا تفهم. رقم 1 افهم قبل ما تحفظ. رقم 2 حاول تسترجع المعلومه وانت بتراجع من دماغك، ما تقراش من الكتاب بس، لا، حاول تسترجع المعلومه من دماغك. حاول بعد كل 3 أو 4 ايام تراجع الماده تاني عشان ما تتنساش، وعشان تخلي برضو عقلك يحتفظ بالمعلومه اطول فتره ممكنه. رقم 4 واللي هي انت تعمل خرائط ذهنيه. اعمل خرائط ذهنيه عشان توفر عليك وقت المراجعه، وفي نفس الوقت انت مش كل ما تيجي تراجع هتروح راجع من الاول تاني تذاكر من الكتاب الكبير، لا، هتذاكر من الخريطه الذهنيه، هتفكرك بس وهتسهل عليك الحفظ. واخر حاجه خالص استخدم كل حواسك. يعني ايه استخدم كل حواسك؟ يعني تستخدم ايدك، لازم تكتب، لازم تسمع. طب تسمع ازاي؟ اول حاجه لو انت بتسمع شرح فانت بتستخدم حاسه السمع، او لو انت بتحفظ لازم تمسك الكتاب بتاعك وتعلي صوتك وانت بتتكلم، تحفظ بصوت عالي تسمع نفسك. واخر حاجه خالص لازم تربط الدرس بتاعك بقصه او بصوره خياليه في دماغك، بحيث تسهل على دماغك التعامل مع المعلومه ويكون طريقه استرجاعها افضل واسرع. وفي النهايه لازم تفهم ان الدحيحه مش اللي بيذاكروا اكتر، اللي بيذاكروا بذكاء. وبس كده يا سيدي، ده اللي كان عندي اقول لك النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل جديد. ولو عندك اي مشكله هسيب لك تحت لينك الانستجرام، خش عندي على الدي ام ابعت لي مشكلتك كل ما تعرف من اليوتيوب، مشكلتي 1 2 3 واحلها لك. انا هحلها لك يا اما في رساله يا اما في فيديو. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.